السلام عليكم. من المفترض أن يكون شريك حياتك هو مكانك الآمن، وليس معركة أخرى تضاف إلى معارك الحياة التي تخوضها. تعال نتفرج على الفيديوهات دي ونرجع مع بعض مرة تانية نعلق عليها. انا وريم اتطلقنا واحنا مش طالعين نقول اسباب او ليه ده حصل، لان دي حاجه تخصنا احنا وتخص حياتنا الشخصيه، بس احنا مش عايزين الناس تتضايق ومش عايزين الناس تزعل. احنا كنا انفصلنا واتفقنا على الانفصال انا وزينب كانت نزلت مصر وبعدت عني وانا كنت بعيد عنها، وكنا اتفقنا ان لما ارجع مصر المفروض كنا نروح عند المأذون ونتطلق بشكل رسمي. عرفت قد ايه ان هو بيحبني. شفتي بقى ده الافعال يا جماعه كله تصنع، كله تصنع. دي ست مصطنعه بتتصنع كده في الفيديوهات. محمد فرج ومراته نور اللي كانوا ألطف كابل على السوشيال ميديا اتطلقوا، وفي الوقت اللي هي في المستشفى ولسه مش مستوعبة انها بقت متطلقة هو بيعمل دعاية لخيمة رمضانية وخارج بيتبسط. بس فلوسي يا ماما، ال 200 جنيه بتاعتي انا. 200 جنيه خدي 10 جنيه مواصلاتك. انا بس 10 جنيه انت هبل؟ مواصلاتك. انت مجنون صح؟ اتجننت؟ يلا ماما ايه بس. اللي 10 جنيه؟ طب يلا خدي اللي تاخديه في 60 دقيقة يا ست، انا مش عايز حاجة. انا بس اللي ما شفتش. اكتر قرار اخدته في حياتي وكنت متاكد منه ان انا كنت عايز اتجوز ايه، ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي ايه مبسوطه ان احنا ننزل ديت مع بعض. ومن ساعه ما اتجوزنا ودي حاجه ما عملناش كتير قوي عشان بنتشغل في حاجات البيت وظروف الشغل. طيب التعليق ده أنا شفت ناس كتير جدا مشيراه، عاملة بوستس بنفس الكلام أو بتكتب كلام شبه ده عن أي حد بينفصل على السوشيال ميديا، حد مشهور يعني. وبصراحة أنا بتصدم جدا من كمية البنات وكمية الشباب اللي هما بيبقوا مندمجين وعايشين القصة دي، وحالة الوهم الكبيرة اللي أنا بشوفها في تعلقهم بالأشخاص ديت يعني. فأنا عايز أقول لكم بقى حاجة، أنا عمري ما اقتنعت بقصص الحب المنتشرة ما بين الأزواج على السوشيال ميديا، ودايما أأكد لأصحابي ولأي حد بيقول لي إن أنا نفسي أتجوز واحدة وتبقى حياتنا زي فلان وفلانة، فأنا أرد كده أقول له بطل سطحية وسذاجة، فيتصدم ويقول لي إزاي يعني أنت ما أنتش شايف مدى الانسجام والتناغم؟ والله ده أنا بحسدهم على الكيمياء اللي بينهم. فأنا أرد أقول له يا ابني دي شغلانتهم والوظيفة بتاعتهم إن هم يمثلوا إن هم حلوين وبيضحكوا قدام الكاميرا، علشان ده شغلهم وأكل عيشهم، ان هم كابلز بيعملوا كل شيء سوا ومجبرين ان هم يكملوا في الوضع ده علشان ده البيزنس بتاعهم، لكن في الواقع حياتهم غير كده تماما. فهو رد وقال لي وايه كمان يا ابو العريف؟ قلت له كنت في مره معزوم في افتتاح احد المطاعم لاحد الاصدقاء، وكان افتتاح لاحد المشاهير، يعني افتتاح مطعم احد المشاهير، كان متجوز تقريبا بقاله 7 8 شهور، وهو وزوجته على السوشيال ميديا ما شاء الله حديث كل البنات والشباب المراهقين قد ايه هم جامدين ومتفاهمين ونفسنا نتجوز عشان نبقى شبههم وكده يعني. المهم لقيته اخد جنب كده يعني وساكت، فبقول له مالك؟ فانفجر وقال كلام صعب جدا يتقال من واحد عن زوجته، وهي بعدها بدقايق كده جت قالت له يلا عشان عايزين ننجز نصور الفيديو. ففجأة لقيته اتحول والابتسامة بقت من الودن للودن وقدام الكاميرا كده يعني عادي، لدرجة ان انا نفسي انا صدقت ان هم اتصفوا خلاص واتصالحوا، واذ فجأة بعد الفيديو ما خلص كل واحد راح مع الشلة بتاعته ورجعوا لوضع النفور تاني. وهنا انا اتأكدت تماما انكم عايشين حوارات وقصص حب فيك ونفسكم تبقوا زيهم، وهم عايشين اسوأ حياة ممكن تتخيلوها. بيت مفكك ما فيهوش لا امان ولا استقرار ولا مودة ولا حب، لكن مليان فلوس ومصالح. والبيت ده انا عايز اقول لكم بقى ايه، ان تقريبا ملايين من العيون مسمماه باصين فيه. تخيل انت واحد بس مركز في حياتك وتبقى حياتك عامله ازاي، تخيلوا بقى دول ملايين من الناس مركزه جوه حياتهم ومسممه بيوتهم. وغالبا البيت اللي مبني على الفلوس والمصالح اكيد اي طرف لو لقى مصلحته في حته تانية فبيسيب البيت وبيمشي. وعاوز اقول كمان للامانه ان معظم قصص المشاهير بيكون سبب خراب البيت هو الذكر، قصدي الراجل. العلاقات السويه يا عزيزي فيها مشاكل، فيها خناقات، فيها اختلافات في الطباع ووجهات النظر، وفيها شخصين عندهم عيوب شايفينهم في بعض، وفيها شد وفيها جذب، فيها كل حاجه، فيها لوم فيها عتاب، وده امر طبيعي. فاللي فهمك ان العلاقات السويه كلها هزار وضحك وما فيهاش مشاكل للاسف ضحك عليك، لان اللي بيميز العلاقه السويه عن غيرها ان ما فيش فيها ايذاء او اهانه او معايره او قله قيمه او قله ادب، يعني اللي هو نختلف ونشد لكن في الاخر احنا ملناش غير بعض. والاوبشن التجريح وقله الادب ده للاسف مش موجود اساسا في القاموس بتاعنا. فاللي انا عايز اقوله بقى ايه، ليه البيوت زمان كانت بتستمر برغم المشاكل اللي كانت موجوده فيها، والنهارده كتر الطلاق بشكل مخيف جدا، حتى ان نسبه الطلاق بتوصل احيانا في بعض المجتمعات في السنه الاولى ل 60%. لا الازواج اتغيرت ولا الزوجات اتغيرت، لكن الرغبه في الاستمرار والستر هي اللي للاسف اتغيرت عند الناس. علشان كده بقى ايه،
دايما اقول لكم ما تصدقوش المسلسلات والافلام والانفلونسرز الكدابين دولت، لان الحياه مش مثاليه. نادرا ان احنا نلاقي الحياه دي على ارض الواقع، او مستحيل. ولا حد منكم يصدق ان البيوت فيها من السعاده اكتر مما فيها من الرغبه في الاستمرار. طيب هذه الحياه تحتاج الى صبر، هذه الحياه تحتاج الى صبر وتفهم وتعقل وتعايش. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليصبر وليستعن بالله. ودايما احنا بنقول وبنفكركم ابحثوا عن الزوجات في بيوت الرجال. السلام عليكم.